تخيل كده شاب صغير معاه موبايل بيهنج كل دقيقتين، قاعد بيحاول يكتب أكواد برمجة على شاشة صغيرة قد كف الإيد، وكل حلمه إنه يجيب لابتوب يشتغل عليه. يقع ويقوم، ينجح ويفشل، حساباته تتقفل وناس تحبطه وتقول له صوتك وحش وبطل تشرح. يضطر يبيع قناته وتعب سنين عشان محتاج فلوس، وينزل يشتغل دليفري في عز الحر والمطر عشان بس يصرف على نفسه. وفجأة بعد كل اللف والدوران ده يقدر يقف على رجله تاني ويبني القناة اللي انت بتشوفها دلوقتي، ويجمع البي سي اللي كان بيحلم بيه. الحكاية دي مش فيلم دراما، دي حكايتي أنا، ودي الزتونة اللي طلعت بيها من رحلة 10 سنين مرمطة ونجاح. والنهاردة هقولك السر اللي خلاني أبدأ من تحت الصفر بشوية لحد ما وقفت على أرض صلبة. ركز معايا عشان الكلام ده ممكن يغير تفكيرك تماماً. أهلا بيك يا صديقي في قناة ابدأ صح، المكان اللي بنحاول فيه نفهم ونطبق من غير تعقيد. لو لسه جديد معانا اثبت وجودك بلايك جميل زيك عشان الفيديو يوصل لغيرك، واشترك في القناة عشان اللي جاي تقيل. وقبل أي كلام نعمر وقتنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة مش شرح الموقع ولا استراتيجية، فيديو النهاردة هو الخلاصة وتجربة عملية حقيقية لرحلة طويلة، عشان لما تقع في نص الطريق تفتكر الكلام ده وتقوم تكمل. بص يا سيدي، الحكاية بدأت معايا وأنا عندي 22 سنة. لا استنى، الحكاية بدأت من بدري قوي عن كده. بدأت وأنا لسه تلميذ في أولى إعدادي. كان عندي شغف غريب بالكمبيوتر والإنترنت، بس المشكلة إن العين بصيرة والإيد قصيرة. ما كانش حيلتي غير موبايل ضعيف جدا إمكانياته ما تفتحش فيسبوك عدل، ومع ذلك كان عندي هوس بحاجة اسمها البرمجة والسايبر سيكيورتي أو الأمن السيبراني. كنت بفضل سهران طول الليل بتعلم من الموبايل، بشوف كورسات وبحاول أطبق اللي بتعلمه على شاشة الموبايل الصغيرة دي. تخيل المعاناة، تكتب كود على كيبورد تاتش وشاشة 5 بوصة. فضلت عافر، اتعلمت 4 لغات برمجة ودرست شبكات وخدت كورسات سايبر سيكيورتي، وكل ده مجاني من على النت. بعد فترة من المعافرة على الموبايل قدرت بطلوع الروح أجمع مبلغ بسيط واشتريت لابتوب. كان لابتوب تعبان وإمكانياته أضعف مما تتخيل، بس بالنسبة لي كان كأني اشتريت مكوك فضائي. وقلت استغل اللاب ده واعمل قناة يوتيوب. وفعلا عملت قناة وبدأت أنزل فيديوهات، والمفاجأة إن القناة بدأت تجيب مشاهدات. كان عندي فيديو وصل لنص مليون مشاهدة، والقناة جابت 4000 مشترك. بس المشكلة إن الفيديوهات كانت قصيرة وما حققتش شروط الربح وقتها، والأصعب من كده كان الجمهور. كمية تعليقات سلبية وإحباط غير طبيعي، ناس تقول لي صوتك وحش، إحنا مش فاهمين منك حاجة، يا ريت ما تشرحش تاني. ومع ضغط الحاجة للفلوس عملت أكبر غلطة في حياتي، بعت القناة. بعتها ب4500 جنيه، خدت الفلوس وصرفتها، وبعدها ندمت ندم عمري إن ضيعت مجهودي عشان أزمة مؤقتة. المهم، الدنيا لفت بيا واحتجت فلوس تاني، فبدأت أدور على مجال جديد، وهنا عرفت التدوين وبلوجر. فضلت أبحث وأتعلم وعملت أول مدونة ليا. اتعلمت يعني إيه سيو وإزاي أتصدر في جوجل، وطلعت من التجربة دي بكنز. الكنز هو الخبرة. بقيت حريف إنشاء مدونات وتظبيط سيو، فقلت ليه ما بيعش الخدمة دي؟ رحت على موقع خمسات، الكلام ده وأنا في أولى أو تانية ثانوي، ودي كانت وش السعادة عليا. بدأت أقدم خدمة إنشاء مدونات بلوجر، وكنت بروج لنفسي في جروبات الفيسبوك، وبدأ يجيلي عملاء، عميل ورا التاني، لدرجة إني ممكن أكون عملت أكتر من 100 مدونة في الفترة دي. كنت كل شوية أصلي وأدعي ربنا يرزقني بعميل، وفعلا ربنا كرمني وقدرت أحوش مبلغ محترم، واشتريت لابتوب ب5000 جنيه موديل ديل M6650. كنت حاسس إني ماسك الدنيا بإيديا. اللاب ده فضلت شغال عليه لحد وقت قريب جدا، بس زي ما بيقولوا يا فرحة ما تمت. جت فترة امتحانات تالتة ثانوي، الضغط كان رهيب. اتأخرت على عميل في تسليم شغل غصب عني، العميل ما عملش واجب، راح عمل فيا بلاغ، وإدارة الموقع قفلت لي حسابي اللي كنت باني عليه حياتي. حسيت إن الدنيا اسودت في وشي. خلصت امتحانات ودخلت الجامعة، ومن كتر ما اتقفلت من الشغل الأونلاين ومشاكله قررت أنزل أرض الواقع. نزلت اشتغلت شغلانات كتير، أي حاجة تتخيلها. آخرهم فضلت سنة كاملة شغال ديليفري. كنت بلف في الشوارع وأنا جوايا قهرة، لأني عارف إني عندي مهارات تخليني أجيب أضعاف الفلوس دي وأنا قاعد في بيتي، بس كنت كرهت النت وسيرته. بعد فترة الدليفري والتعب البدني قررت أرجع تاني، بس المرة دي رجعت بذكاء أكتر. عملت حساب جديد على خمسات وشغلي رجع يشتغل تاني، وكان الذكاء الاصطناعي بدأ يظهر ويساعدني أنجز الشغل أسرع وأحسن. الكلام ده كله كان السنة اللي فاتت دي بس، 2025. وهنا قلت لازم أرجع لليوتيوب، بس المرة دي أنا غير.
عملت قناة ابدأ صح، بدأت أنزل محتوى وأنا فاهم أنا بعمل إيه، لقيت تفاعل والقناة بدأت تكبر، وزي ما انتوا شايفين القناة دلوقتي معدية 8000 مشترك و200 ألف مشاهدة ومحققة شروط الربح. وبالنسبة لي القناة دي أغلى عندي من القناة القديمة بكتير، لسبب واحد بس، إن مفيش حد بيحبطني زي زمان. الناس هنا بتدعمني وأنا بقيت واثق في نفسي وفي المعلومة اللي بقدمها. والحمد لله بفضل ربنا ثم الشغل ده قدرت الشهر ده أجمع واشتري تجميعة PC محترمة جدا بعد ما كانت بدايتي موبايل بيهنج، وقدرت أجيب موبايل كويس. أنا مش مليونير ولسه ما جبتش العربية الفراري، بس أنا راضي جدا بوضعي الحالي وعارف إني لسه هحقق أكتر وأكتر طول ما أنا بتعب وبسعى. طيب ليه أنا بحكي لك القصة الطويلة دي؟ عشان أقول لك كام تركاية وخلاصة السنين دي. أولا، إياك تبيع الأصول عشان الفكة. لما بعت قناتي زمان ب 4500 جنيه حليت مشكلة وقتية، بس خسرت أصل كان ممكن يجيب لي أضعاف الرقم ده لو صبرت. لو عندك مهارة أو قناة أو صفحة ده مشروعك، ما تبيعوش برخص التراب. ثانياً، كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر. لو كنت سمعت الكلام الناس اللي قالوا لي صوتك وحش ومش فاهمين منك حاجة، ما كنتش زماني بكلمك دلوقتي. خد النقد البناء وارمي الإحباط في الزبالة. ثالثاً، المهارة هي الأمان. المواقع ممكن تتقفل والحسابات ممكن تتحظر، بس اللي ساندني لما وقعت كان مهارتي في التدوين والسيو والكتابة. اتعلم صنعة ديجيتال حقيقية، دي اللي هتشيك. رابعاً، ما تزهقش وجرب. أنا جربت برمجة، يوتيوب، تدوين، فريلانس، ديليفري، وفي الآخر كل ده اتركب على بعضه وخلاني الشخص اللي أنا هو عليه دلوقتي. مفيش مجهود بيروح هدر، كله خبرة بتتحوش في دماغك. خامساً وأخيراً، الرزق بيحب السعي والدعاء. كنت بصلي وادعي ربنا يبعت لي عميل، وكنت بشتغل على نفسي. المعادلة بسيطة، اسعى بضمير زائد توكل على الله بيساوي نتيجة هتبهرك. حتى لو اتأخرت شوية مسيرها هتيجي. أنا بدأت من تحت الصفر بموبايل مكسور ونت ضعيف. أنت كمان تقدر تبدأ باللي معاك دلوقتي. ما تستناش اللحظة المثالية لأنها مش هتيجي. اصنع أنت اللحظة دي. دي كانت رحلتي باختصار، حبيت أشاركها معاكم عشان تكون دافع لأي حد حاسس إن الطريق مسدود. صدقني النجاح مش بالساهل، بس طعمه يستاهل كل نقطة عرق وتعب. لو القصة دي أثرت فيك أو اتعلمت منها أي حاجة، ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة عشان نكبر عيلة ابدأ صح، وتشوف الفيديوهات اللي جاية اللي هنشرح فيها كل الطرق اللي اتكلمت عليها دي بالتفصيل العملي. ولو عندك أي سؤال أو حابب تشاركنا حكايتك، اكتب لي في التعليقات وأنا بقرأ كل تعليق بنفسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم في فيديو جديد ورحلة نجاح جديدة. سلام يا بطل.